شويه بيلرز هم المين اللي يخلوا اي بروكر يشتغل مع ديفلوبر. اولا ان هو يكون عنده براند اويرنس قوي. تاني حاجة يكون عنده هيستوري وسابقة أعمال كويسة ومحترمة، مسلم البرودكتس بتاعته في مواعيدها، عنده افتر سيل سيرفيس كويسة والمينتنس بتاعته محترمة، والبرايسنج بتاعه بالنسبة للسوق والبرودكتس بتاعته ابيلينج. لو مطور جديد بيبقى عنده تشالنج اقوى شويه، ان هو محتاج يكون كومبيتيتيف في البرايسنج والبيمنت بتوعه عشان يكمبيت، لانه في الاخر عند الكلاينت نوع من انواع الريسك. بس بص، يقول لك ان ايه الهيستوري بتاعنا، كل الشركات، كل مشاريع التوب نوتش في مصر كانت اول مشروع للديفلوبر. يعني انت عندك ماونتن فيو 1 ده اول مشروع لماونتن فيو 1، ووتر واي ده اول مشروع لووتر واي اللي هو المشروع الريزيدنشال بتاعهم، ميراج ده اول مشروع لميراج، هايتس ده كان اول مشروع لسقارة. فاحنا السوق المصري بتاعنا الكلاينت عنده الابيتايت دي، ده لما بتشرح له البرودكت وتقول له ان الهيستوري بتاعت وسابقة الاعمال والملاءه الماليه بتاعت الناس دي، بالعكس الكلاينت المصري مش من الناس اللي هي لا بيبقى فيه ابيتايت، بالذات لو هو عنده برودكت ابيلينج وبرايسنج حلو، لا بيبيع عادي.